هي الأكلة من تراث مدينة درعا اللي هي مدينتي، عبارة عن بندورة وكشك ولحمة ناعمة، أو ممكن فقط بندورة وكشك، أو فقط بندورة ولحمة. الأكلة كتير طيبة. بالأول بنقلي اللحمة حتى تتحمص مزبوط، وحطينا فوقها بصل محمص على جنب. الكشك هاد شغل أمي. يلي ما بيعرف شو هو الكشك، عبارة عن برغل ولبن رايب بيحمضوه تقريبا 3 أيام مع رشة ملح وتقليب مستمر، وبعدين بنشفوه، أو ممكن يحتفظوا فيه أخضر أو يابس. طبعا هذا أخضر كان بالفريزر. بعدين حطيته أمي فوق اللحمة والبصل وشوية دبس رمان وبهارات، والبندورة مفرومة على الناعم كتير وبتعصرها مزبوط من المي، لأنه نحن ما بدنا أي سوائل بالفطاير مشان ما تنتزع. بعد ما عصرتها طبعا ست الحبايب الله يعطيها ألف عافية. هون ممكن تحطوا شوية إضافات، مثلا حد، نحن بنحبها شوية حدة، وزيت زيتون، شوي كتروا زيت زيتون تطلع الطعمة طيبة. هلا أعطيكم تقريبية كيف رح تكون الطعمة، فبتكون حامضة، طعمتها حامضة وطيبة. عجينة الفطاير كتير سهلة، طحين، رشة ملح وشوية سكر، رشة صغيرة وحبة البركة اختيارية، وآخر شي بنعجنها بشوية زيت زيتون أو زيت نباتي. بس لازم تكون شوي طرية مثل ما شايفين مشان تفرد معنا، وتركناها ترتاح تختمر ساعة ونص. بعد ما اختمرت بنشكلهم كرات وبنتركهم يرتاحوا مشان يساعدوكم بالفرد بهالشكل هاد. بس فردنا طبقتين، نحتاج تنتين، بنحط على وحدة الحشوة مثل ما شايفين موضح بالفيديو، وبنسكرها بالقطعة الثانية، بنكبسها مزبوط من الأطراف مشان ما تفتح معنا. وبواسطة كارة بنخبزها عصاج وبندهنها بزيت الزيتون السخن أول ما تطلع وهي سخنة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك وعملوا سيف وشير. سلام.